واحد جاي من العمارة، شاب بس من ذولا اللي محلسين ومملسين، واللي مسوين حواجبهم ومسوين كذا، واللي يلبس من هذا الحصر. جاي يزور الحسين، مشاي 15 يوم. اكو بنت ريفية نزلت هي وخالاتها وعماتها، استأذنت من أبوها ونزلت. والظاهر أنه هاي البنت الشاهد المسلسلات المدبلجة، مراد ما مراد، هاي اللي دا تعلم النساء أو الفتيات عفوا على إقامة العلاقة مع الشبان بشيء طبيعي، ولا كأنه الدين الإسلامي محرمة، ولا كأنه أعرافنا وأصولنا وعاداتنا العراقية والعربية تحرم هذا الشيء وتمنعه أبد. فنزلت شافت هذا الشاب، ذولا ذئاب مفترسة والعياذ بالله. ذولا هسه أكو شباب بالشارع ذئاب يفترسون أعراض الناس، مرة بالموبايل مرة بالرسائل ونحوها. فشافها وشافته ذبلها الرقم بورقة. خافك واحد من الشباب يقول والله رجال الدين والحوزة مامنا وما يعرفون وكذا وما يقدرون يكتشفون ألاعيبنا وهذه. لا كل ألاعيبكم مكشوفة، كل اللي تسووه مكشوف. تلبس أسود بمحرم وكذا وتلطم وتعزي وتسوي، بس يخلص محرم رجعت شيطان والعياذ بالله. لا هاي الحوزة دا تطرق بابك، دا تنبهك، دير بالك. فهذا اللي اجى مشاي 15 يوم طاه الرقم تخابره، وهي بيا زيارة بال40. انظر إلى عدم تقديس المقدسات، انظر إلى إهانة المقدسات، انظر إلى المجتمع حينما لا يعرف الله ماذا يفعل. ظلوا يتخابرون من صفر إلى شعبان، تليفونات ورسائل ونحوي. أي بنت ريفية ما شايف. قال لها يابا أنا هسه إذا أريد أتقدم لك وأخطبك ما يطوني أهلك، لأن هي بنت شيوخ، بنت شيخ عشيرة بطويريج، ما نحب نذكر اسمه، إن الله يحب الساترين. فإحنا نخلي أهلك وأهلي أمام الأمر الواقع. ذن والعياذ بالله الكلمات اللي يستخدموها ذول الذئاب بأقنعة بشرية لكي يقنعوا الفتاة بشيء من الأشياء. شلون نخلي أمام أهلي وأهلك أمام الأمر الواقع؟ قال لها نتزوج ونفاجئهم بالزواج. وين نتزوج؟ قال لها بالزيارة الشعبانية. اسمع، هم نزلوا يابا خل نروح للزيارة الشعبانية. قال له نروح وادعونا وياكم. منو هذا؟ الأب. نزلا البنية غافلت أمها وعافتها. قالت إذا سألتني أقولها تيهت وللصبح إلا ندليت، لو رجعت لطويريج. أخذها هذا الملعون، أخذ البنت ودخل إلى أحد الفنادق الموجودة ما بين الحرمين. الشرطة السياحية دا تفتر، تعال بابا أنت شو لا عقيد لا شيء لا كذا، قوموا ذبوا سجن. هذا الضابط اللي يسولف لي هاي السالفة يقول جبت البنية، وين موبايلك؟ هذا موبايل. يقول خابرت على أبوها، هي تبكي تقول له لأبويا ولا تسوون. قال له أنت فلان؟ قال إيه. قلت له تعال استلم أصخام وجهك، تعال من حاط لك موبايل بيد بنية عمرها 12 سنة، ايش تترجى؟ تعال استلم. فشبابنا إطاعة النفس والعياذ بالله
وعدم السؤال لأي شيء خلقنا إلى أين سيجركم بعد. ألأجل هذه الأشياء خلقنا؟ إحنا انخلقنا حتى أنت تسمع لي فلان مطرب وفلان مطرب؟ إحنا انخلقنا كبشر حتى جنابك حاط لك موبايل سنغافوري وتعلق أغاني وتوقف بنص الشارع تسمع الناس هاي الأغاني؟ احنا انخلقنا حتى انت تلزم العالم والمرجع ورجل الدين ما خلصانين من لسانك كلها صايرة عليك بحلقك؟ انت تقيم العالم جنابك؟ عالم فنى عمره في طلب العلم، انت تجي تقيمه فلان خوش آدمي وفلان مو خوش آدمي؟ عجيب. أنا أتعجب والله على هيك مجتمع. الله يسب فينا جهرا، الله يسب ويشتم عندنا جهرة في الشوارع والأزقة والفروع. شاب بشوية نتسه استوى يلطم على حسين، شوية سويت له هيك قال لك هيك من كذا. هذا اكو واحد لازم القامة دا يطبر، ضرب راسه ما طلع الدم، قال له هيك من كذا. كفر بالله لأن ما طلع دم الراس. أنا ما أقول لك هاي الأشياء حتى تضحك، ابكي على هذا التسافل اللي وصل إلى المجتمع. الله يسب ويشتم، المعصومين ومراقدهم صارت هيك مرتع للتحرش الجنسي والعياذ بالله، ماكو أي احترام للمقدسات. العلماء يسبون ويشتمون جهرة وعلانية. أي قيمة يحتفظ بها المجتمع اليوم لنفسه؟ أي دين هذا الذي يسوغ مثل هذه الأشياء؟ إن كان دين محمد هذا مو دين محمد، هذا دين احنا اخترعناه لأنفسنا، نحلل حرام الله ونحرم حلال الله. شبابنا لهذا خلقتم؟ نسائنا سألن أنفسهن لأجل أي شيء خلقن؟ احنا انخلقنا حتى النساء يفترن بالمولات والمحلات والشوارع. أنا عجيب دا التفت إلى فرد ظاهرة دا تطلع ما أدري منين اجت والله. شارع تباوع له 80% نسوان دا يمشن بيه و20% زلم. الطب للمولات تلقى المرة قدامك، الطب للمحلات تلقى النسوان قدامك، الطب للسوق تشتري بقالة تلقى النسوان قدامك. وفرد ظاهرة والله خسيسة وقذرة، مرة تتمضحك للبقال على مود ينزل لها 250 من سعر البوتيتة والطماط، تبيع وجهها ووجه رجلها وشرف العائلة كله على مود 250. صدق أمير المؤمنين حينما قال نساؤكم عوراتكم فاستروا عوراتكم في البيوت. المرأة إدراك 50 عاطفة 100، الرجل إدراك 100 عاطفة 50. مسألة معكوسة بين الرجل والمرأة. مرة من إدراكها 50 يا مصخم الوجه عدك مطلعها للسوق تسوق لك، من راح تضحك ويا البقال، ومن راح تضحك ويا ابو السمك، ومن راح تضحك ويا ابو الدجاج، ومن راح تضحك ويا ابو المخضر، ومن راح تحكي ويا كذا. مو الحشمة شوية شوية تروح. المرأة إذا ذهبت حشمتها فعلت أشياء لا يرضاها الله عز وجل. ورا يومين من تسوي لها شي تجي تندب حظك وتقول فضحتني وفضحت عشيرتها وفضحت بيتها وفضحت جهالة. منو اللي طاها المجال؟ مو انت تطلعها للسوق وحاط الفلوس كلها بيدها؟ انا عجيب هالظاهرة هاي غريبة عن مجتمع. الرجل هو اللي يروح للسوق وهو اللي يتسوق وهو اللي يجيب وهو اللي يختلط بالرجال، المرأة ما تطلع خارج البيت. لكن شوف جهل المجتمع بالله وبأحكام الدين وين يجره. فتياتنا سئلا أنفسهن
الله خلقهن حتى هن يشاهدن المسلسل المدبلج. فتاة عندها قابلية تشاهد 6 مسلسلات 7 مسلسلات عربية، بس ما عندها قابلية تقعد تقرأ القرآن نص ساعة لو ساعة. فتاة عندها قابلية تحفظ لك مسلسل مدبلج من بدايته لنهايته، نور ومراد وغيره من هالأمور، بس ما عندها قابلية تقعد ساعة تسبح الله بسبحة وتتذكر أكو عندها رب لا يغفل ولا ينام، ينظر إليها حيث لا تنظر إليه، يشوفها وهي ما تشوف. أخلقت فتياتنا لأجل أن يرتدين البنطرون وينزلن إلى الشارع ويغوين الشباب؟ هذا دا أحكي بيه واقع، لو دا أجيبه من جيبي. ب10 محرم بعيني شفت جوقات نسوان متبرجات، وهاي لابسة جبة فرنسية، وهذه الحاطة مكياج، وهاي لابسة بنطرون كابوي من جوا العباء، ونازلات جوقات ماكو وياهن زلم على بوي زورا، وذؤل الشباب ماخذين راحتهم. ما حد سأل نفسه أنا ش عندي مودي عرضي ومنزله بين الزلم. المرأة ذا تريد الزور خزور من بيتها. الله يتقبل الزيارة، حسين يتقبل الزيارة. صدقني ذن اللي نزلن ويختلطن بالزلم ما يعرفن الحسين أبدا، والله لا يعرفن الحسين، أقسم بالله. سيد الشهداء أبو الغيرة والحمية دا يشرب مي في كربلاء، صاحبي لعين يا حسين أتشرب الماء وقد هتك عرضك؟ شمر المي وقام. الراوي يقول ولم يشرب وقصد الخيمة. هذا الحسين. ذني لو يعرفن الحسين ما نزلن يدافع عن بين الزلم.